عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده طريقة عمل شاورمة اللحمة. اتمنى الطريقة تعجبكم وتجربوها. هنبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معايا المكونات: 3/4 كيلو لحمة تكون مقطعة شرايح، يفضل تكون من قطعة الفيليتو او الستيك. كوباية زبادي، معلقة كبيرة فلفل اسود، معلقة ونص بهارات شاورما اللحمة، نص معلقة ملح، ربع معلقة قرفة، فنجان خل. هقلب الخليط ده كويس مع اللحمة عشان تتبل كويس بالبهارات والزبادي، ونغطي الخليط واحطه في التلاجة لمدة ساعة او اكتر. لما اجي اسوي منه بقى بطلعه. بقطع عند السوا بصلتين وفلفل احمر او اخضر، فلفل الوان عموما على حسب الرغبة، وفلفل حار. بعد كده بجيب معايا طاسة على النار، احط فيها 4 معالق من الزيت. بعد ما يسخن الزيت كويس بضيف عليه اللحمة وتكون على نار عالية. بعد تمام السوا، بعد ما خلاص هتستوي، بضيف عليها بقى ايه الفلفل الالوان والفلفل الحار اللي انا قطعته، وبتتقدم بقى مع صوص طحينة وعيش كايزر. اتمنى الطريقة تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.